أنا شاهدت المباراة أمس صراحة. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أبهرني بهذا الأداء وهذا الفوز الساحق ضد منتخب إسبانيا. أنا أرفع القبعة لكم أخواننا المغاربة. أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناه على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة والله أنا شاهدت المباراة أمس صراحة يعني قلبك يوجعك. تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام لأنه استطاع التفوق على منتخب إسبانيا بهذه النتيجة الساحقة. عطوا له كل الامكانيات بشهاده المدرب نفسه اللي كان قال باننا رايحين من اجل تحقيق شفنا مباراه امس اللي كان الفوز فيها. اعطينا صور هذه المواجهه للمنتخب المغربي الحبيب امام منتخب الاسباني. اليوم تاكدنا ان المنتخب المغربي اقوى منتخب في القاره الافريقيه، لانه هذا المنتخب قلنا بشهاده الطاقم الفني والاتحاديه منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب اقل من 17 سنه او منتخب اقل من 20 سنه. من اين ناتي لمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤوليه يتحملها السيد رئيس الاتحادية الجزائرية الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام ويجب أن نأخذ العبرة منه وجها لوجه. لأقل من 20 سنة عندهم 19 سنة اللاعبين هذو. بالنظر للترتيب، أعطيني الترتيب الآن. الترتيب يقول بأن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مصنف ضمن كبار المنتخبات العالمية، وإحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب أقل من 17 سنة. محمد قاسي سعيد، أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان. الآن هذه الاتحادية وضعت كل الإمكانيات في لي زيكيب تاع لي جان، ما كانش التأهل حتى لكأس إفريقيا. وما يقولولناش كنا ندو كأس العرب وكذا من قبل، لأنه كي لحقنا كأس إفريقيا بريمي تور إليميني ونضمناها في بلادنا. منتخب أقل من 17 كارثة، منتخب ألعاب البحر الأبيض المتوسط كارثة تاع لي جان. في كل مرة كوارث بالجملة. لماذا حسب رأيك كلاعب سابق مريت على مختلف المنتخبات الشبانية؟ يواصل الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك احنا مش قلت لك مره اخرى انا المغرب اقتحمت ساحه العظماء، حديقه ولا ساحه ولا ساحه ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر. ميدان الكبار في كره القدم، واصبحت من الكبار، معناها اصبحت عالميه. المغرب تقول بصراحه كي تربح بك المستوى اللي ريناه بالنسبه لي ليست مفاجاه، فهي نتيجة طبيعية لما قدمه ونتمنى معناها باش يكون معناها في تطور. أنا وش نقول هنيئا للمغرب الشقيق. نحي الفيكتوار لا فيكتوار مي يا خويا الإخراج التلفزي يفو دير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران كل هذا كل شيء الفار كل شيء ذي رسالة شو رسالة؟ إخراج حضور جماهيري. كل ما دار حول المباراة فهو عالمي وهنيئا للمغرب. هي بداية لصناعة مجد جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. هذه الملحمة ستكون هي البداية لصناعة مجد جلوار ناسيونال بور الماروك. هنيئا لكم. امين. والله يا رضوان انا نقول لك بصراحة ناخذ المغرب، والمغرب ولات في النتيجة اللاعبين هذو من عجبوني هذا سيتينورينا في المستوى. المقابلات اولا لو تحكم المنتخبات الجزائريه في الدورات المغلوقه رضوان دائما يخرجوا ما يتاهلوش. هذوك ما تاهلناش ميم با. الدورات المغلوقه كيما هذه. لا هذوك ما تاهلناش كاس افريقيا. خلينا نكون رحنا كاس افريقيا واقصينا معليش اوني ميم با مع الكوطه. هذه الدوره يجوزوا زوج سير. هذه الدوره مغلقه رضوان ما قدرناش نمشيو. من بعد نتكلموا على السيستم دو كومبيتيسيون رضوان تاع لي جان. تصور انت روح شوف المجموعات شرق غرب وسط. شوف تعطيك لي ايدي بلي هذا خطا كبير. يعني المشكله في المنظومه كلها خطا. لا ما كاش. ومن بعد تقول لي الحل هو لي زاكاديمي. اعطاوني الامكانيات، اعطاوني الامكانيات الماديه الاتحاديه، اعطاونهم الامكانيات باش يمشيو يلعبوا في الخارج لي تورنوا، ولكن الامكانيات يعني تاع تصور انهم راحوا يلعبوا في كوت ديفوار لانهم كانوا يمنيوا النفس انهم يبداوا يحضروا مع الافارقه، لانهم داروا في بالهم باللي اون فا اتر كاليفي بور لا كوب دافريك اوفا. احنا ما جوزناش ميم با في شمال افريقيا. من بعد زيد المديريه العامه ايضا عندها المديريه الفنيه عندها قسم من المسؤوليه في اختيار المدربين. ولا مانيش فاهم بعد كان كولاج دونترينور هذاك ولا اسمه هذاك راه قاعد برك هكذا قاعد يخلص وما يدير حتى شيء، ما يدخل روحه في حتى شيء. اليوم المفروض اليوم يعني المديريه الفنيه تحط الاستقاله ديالها. فشلتوا الله يسهل عليكم. دو كاتيجوري في سمانه. فشلتوا حط الاستقاله ديالك على الاقل وخرج بشرف. واضح. المغرب مبروك عليهم. الو خويا ايمين يعطيك الصحه على البرنامج نتاعك.
أما بالله لازم نقول كلمة من قلبي، راني فرحانة برشا بفوز المغرب أقل من 20 سنة على إسبانيا. حاجة تفرح، حاجة تشرف. المغرب اليوم ولا قوة كروية كبيرة يا أخي. شفتوا كيفاش يلعبوا؟ تنظيم، احتراف، كيف أوروبا. جمهور يهبل بصراحة، يستحقوا كل التقدير. أما نجيل تونس والجزائر يا حسرة، كرتنا مريضة، مسؤولين نايمين، ما يخدموش كان بالكلام والخرطي. الجزائريين ديما يغيظوا على المغرب، غيرانين، ما يحبوش يشوفوهم يتقدموا. أما يا أخي العيب فيهم، يخربوا في ملاعبهم، يطيخوا بالقيمة، ومن بعد يلقاو كان الحجج الواهية. أنا نقولها بصراحة، المغرب سبقنا بمئات السنين في الكرة، في البنية التحتية، في التنظيم واللي غيران يشرب من البحر. تحيا المغرب وإن شاء الله ديما في القمة. وتحبوا تقارنوا، ايش تقارن؟ كان إلا العمل اللي يجيب، الا لو طرافاي يا سي خونا. نعم. تي البارح انا عجبتني زوج اللي قرافي حتى انا نموت انا هذا، باسكو حنا نحبوا حياتنا وهو الفوتبول. زوج يا الناس اللي تحبوا تتبعوا كرة القدم، تحبوا الحق ما تحبوش الكذب. لاعبين في المستوى، لاعبين في المستوى يخدموا ترونكيلمون وهم يمشيو لونطمون مي سيرمون. اللي يحب يخدم ينال، اللي يحب يخدم ينال. ما تخدمش يجوزوا الناس عليك كي تيجي في وانت راك مازالك تولي كيما هذيك اللي خرجوها حاجه مليحه. افونسي لاري، تقعد غير افونسي لاري افونسي لاري، ما تافونسيش. عطيتك هذا المثال، مثال في بلاصتو يا سي خونا. الو معنا المتصل الهواري من وهران. تفضل خويا الهواري، واش تحب تقول بعد هذا الفوز تاع المغرب اقل من 20 سنه على اسبانيا؟ السلام عليكم يا محجوبه، والله غير راني محروق يا اختي. المغاربه داروها، ربحوا اسبانيا ب2 أهداف. هادشي ماشي سهل، هادشي كبير. المغرب اليوم كرة تاعو ولات عالمية، تنظيم، ملاعب، لاعبين صغار كيما الكبار. بصح خويا الهواري، علاش كل هاد الغضب؟ راهو مجرد ماتش. مجرد ماتش؟ لا يا محجوبة، هادشي يورينا وين راهو المغرب وين راهي الجزائر. حنا كرتنا تبلعت، مسؤولين نايمين، لاعبين بلا روح، ملاعب تخسر وجهنا، وكل عام غير فضائح. بينما المغرب يخدم، يربح، يفرح شعبه. يعني تشوف السبب في المسؤولين؟ بالصح، المسؤولين تاعنا ما يخدموش والو، غير الشعارات، غير الكذوب. شوفي المغاربة خدموا بصمت، داروا ملاعب عالمية، طنجة، مراكش، مولاي عبد الله، واليوم يحسدوا الثمار. راني نشوفك متأثر بزاف. متأثر؟ راني نغني لك وحدة يا محجوبة، خليها رسالة من قلبي للمغرب. تيرارا تيرارا يا مغربي يا الزين، رفعت الراس عالي بالملاعب والكورة، وليت عالمي ويا جزائر يا بلادي. وين راهو الميموار؟ غرقنا في الخرطي، ضيعنا المشوار. والله غير كلامك قوي بزاف يا الهواري. ماشي كلام برك يا محجوبة، راهو الحقيقة. المغرب سبقنا بمئات الخطوات وإحنا باقين نخمموا في الهضرة الفارغة. لازم نفيقوا. شكرا خويا الهواري على هذه المداخلة، ربي يهدينا إن شاء الله.